القوة ديال المغاربة في وسائل التواصل الاجتماعي حتى واحد ما كيشك فيها. كتطلع وسيلة إعلامية، تلفازة، جريدة، موقع اللي كيحاول يسيء للمغاربة ولا أساء إلى المغاربة بأي وسيلة، ضرب الدولة، ضرب المغرب. المغاربة كيدافعوا على بلادهم، والكثير حول العالم خصوصا العالم العربي كيتساءل شنو هو السر ديال هذه الوطنية ديال المغاربة. كيفاش المغاربة كيعتبروا القضية ديالهم هي القضية الأولى، وماشي غير كيعتبروها، كيدافعوا عليها وما كيتخلاوش عليها، واللي كيتكلم عليها بسوء ولا بسلبية كيتصدى ليه المجتمع المغربي. كثير حول العالم وخصوصا العالم العربي كيتساءل في الحقيقة واحد المعهد كبير وعريق وعالمي كيجاوبنا كل عام، احنا ما كنتابعوش. اهلا بكم. كاين واحد المعهد عالمي كبير عنده مصداقيه كبيره، متخصص في استقراء الراي، متخصص في جس النبض، كيعرف يسول ويعرف ويحاول يعرف علاش. السؤال هو علاش كذا، علاش كذا. هذا المعهد سميتو غالب، معهد امريكي تاسس هذه تقريبا 100 سنه وعنده مصداقيه كبيره والعالم كله كيتيق به. علاش؟ ما كيعتمدش على الارقام ديال اي حكومه، كيمشي كيهضر مع الناس مباشره، كيدير استقراء الراي، مواضيع اقتصاديه، سياسيه، اجتماعيه. هذه سنين هو خدام، كل عام كيدير استقراء الراي حول العالم. معروف واحد الموضوع ديما كيهضر عليه اللي هو القابليه ديال الشعوب للدفاع على ارضهم بالسلاح. يعني واش انت مستعد تضارب على بلادك بالسلاح ولا لا؟ كل عام كيدير هذا الاستقراء الرأي، مرة يسول 63 دولة، مرة 64، مرة 65. بالنسبة للمنطقة ديال مينا، شمال افريقيا والشرق الاوسط، النتائج عمرها ما تغيرت. ان المنطقة ديال مينا وخصوصا الشعوب الاسلامية هي الاولى في الشعوب اللي مستعدة تهز السلاح وتموت من اجل الوطن ديالها. لكن تخيلوا معايا، كل مرة كيسولوا هذا 64 دولة شكون اللي كتصوروا الدولة الاولى حول العالم، وفي نفس الوقت شكون كتصوروا اخر دولة، والدول الخمسة الاخرين. اول دولة في العالم هي المغرب. الشعب المغربي وبنسبة 94% مستعد انه يهز السلاح ويدافع على ارضه وبلاده والوطن ديالو، ومن طبيعة الحال الصحراء ديالو. نعم، الشعب المغربي. ودائما كانوا كيتبعوه 3-4 ديال الدول كيضاربوا فيما بيناتهم على المرتبة الثانية الثالثة. دائما متبوع فيجي، باكستان، فيتنام، الهند، ولا باكستان، فيجي، الهند، فيتنام، ولا باكستان، فيجي، فيتنام، الهند، هكذا. لكن المغرب رقم واحد. شكون هما الدول الاخرى في هذا 64؟ اخر دولة، اخر شعب هو اليابان، 11% فقط اللي قال لك حنا مستعدين نضربوا على بلادنا. ومن بعد كيجيو الهولنديين وكيجيو الالمان كيسجلوا ديك 18%، الهولنديين كيسجلوا نسبة صغيرة جدا. فالشعوب الأوروبية كتجيب نسبة صغيرة على بنادم اللي مستعد يهز السلاح ويدافع على بلاده. يخليونا مع المغرب 94%. المغرب هو الدولة من الدول القليلة في العالم اللي دارت شي حاجة خطيرة، أن منين رئيس الدولة طلب واحد العدد ديال البشر يتحركوا من أجل واحد الحدث معين، هذاك العدد ديال البشر جا كتر منه بأضعاف مضاعفة، ومن بعد غيهسوا هذاك العدد اللي بغاو وغيتحركوا به لواحد المنطقة. من طبيعة الحال غتكونوا تخيلتوا علاش كنهضر على المسيرة الخضراء 1975. كتلة بشرية تعدادها 350 ألف مغربي
ومغربية. حتى المرأة المغربية شاركات في المسيرة الخضراء وتحركوا، كانوا كيتسناو أي شيء، أي حاجة تقطر. ضرب بالقرطاس لا من الصبليون ولا من البوليزاريو ولا من الجزائر. أي جهة كانت ممكن تنتقم من المغرب عن طريق الشعب المغربي. غامروا بحياتهم وكانوا مستعدين لكل شيء، هازين كتاب الله تعالى وكيتمشاو محركين نحو الصحراء المغربية. هذا هو الشعب اللي كيهضر عليه هذا الاستقراء اللي دار في 2015 و16 و19 و20 و21 و22، ودائما كيطلع المغرب الشعب رقم واحد في كوكب الأرض اللي مستعد يهز السلاح ويدافع على بلاده. 94% ديال البشر بحالو بحال فيشي، بحالو بحال باكستان، نسبة كبيرة، لكن المغاربة رقم واحد. هاد الوطنية، هاد الحب، هاد القابلية انك تهز السلاح يعني وتقد تمشي للآخرة من اجل بلادك، راه ماشي شي حاجة سهلة. فكرة الموت كتخلع ملايير ديال الناس حول العالم. ها هو الانسان الياباني، اليابان 11% هما اللي مستعدين يدافعوا على بلادهم، رغم ان عندهم بلادهم دايره لهم ودايره لهم ودايره لهم، مع ذلك 11% مستعدين يمشيو يموتوا على بلادهم. هولندا دولة متقدمة في الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان 15%. ألمانيا الاقتصاد الأول الأوروبي والبلاد دايرة وفاعلة ودايرة وفاعلة، فقط 18% ديال الألمان مستعدين وقال لك إلا طرات شي حاجة نهزو السلاح. المغرب 94%. 94% هذه شي حاجة كتستحق ماشي غير دراسة، كتستحق دراسات المجتمع، دراسات الدولة، دراسة هذا الإنسان المغربي اللي في 2023 94% مستعدين يهزوا السلاح من أجل بلادهم. هذا الاستقراء هو اللي كيفسر لنا الشراسة والقوة والنشاط والحيوية ديال المغاربة في مواقع التواصل في الدفاع والذود على الوحدة ديال البلاد. هذا الاستقراء ديال الرأي هو اللي كيفسر القوة ديال مواقع ديال التواصل المغربي، قوي، كيتصداو لأي جهة. خرجوا تلفازات كبار، خرجوا نجوم إعلاميين كيعتذروا المغاربة نهار اللي لعبوا مع الخارطة ولا لعبوا مع الصحراء ولا مشاو هضروا مع البوليزاريو بشي طريقة اللي هي كتضر المصالح ديال المغربية، المصالح المغربية. كيخرج الإعلامي ولا كتخرج ديك القناة بهذيك المحطة وكتعتذر للمغاربة وكتصلح الغلط. واحد الإعلامي مشهور كيدير واحد البرنامج فيه السخرية فيه السياسة، خرج كيعتذر على المغاربة حيت عارف بأن عارف القوة ديال وسائل التواصل الاجتماعي وعارف شنو غادي يطرا لو ركزوا عليه المغاربة وهو ما تنازلش على داكشي اللي دار. الكلام اللي كان قالوا على الصحراء ولا خريطة سهوا ولا عمدا، انما هذيك الجهة اللي لعبات مع الوطنية ديال المغاربة كتضطر في النهاية الى الاعتذار. هادشي بعيد على هنا ما كايناش الدولة، كاين غير الشعب. الكثير من الناس يقول لك فلان هذاك مخابرات، هذاك ديال الدولة، هذاك بيدق، هذاك بوق ديال المخزن. ما كاين لا بيدق ولا بوق ولا مخزن ولا مخابرات. هذه هي طبيعة الإنسان المغربي، كيدافع على بلادو، كيحب البلد ديالو وما تلعبش مع الصحراء ديالو. 94% إن اقتضى الأمر إلى تحطوا في أمر الواقع وما لقاوش حل وتفرض عليهم شي مواجهة ولا معركة ولا حرب، 94% مستعدين يهزوا السلاح. 65% ديال النساء في المغرب قال لك حتى حنا مستعدين نهزوا السلاح. 65% كنهضر على البعض منهم متزوجات غير متزوجات من طبيعة الحال. 65% لك أن تتصور أنهم ما عندهم حتى شي تجربة قتالية، إنما هناك روح وطنية.
عالية، هناك حماس، هناك رغبة ونية في حمل السلاح. الى وصل المغرب لهذيك المرحله، هاد النساء هاد العيالات غاديين يهزوا السلاح وغيدافعوا على البلد ديالهم. كتبقى المسيره الخضراء نقطه كبيره لفهم سيكولوجيه الانسان المغربي، انه يتحرك من المدن ديالو، يتحرك من الرخاء اللي عايش فيه ومشى لبلاصه ما عارفهاش، بيئه جديده، بيئه صحراويه، مجتمع مختلف، تقاليد مختلفه، ومع ذلك مشى لتما رغم انه مشى نحو المجهول، ما عارفش شنو غيتلاقاه، ما عارفش اش كيتسناه. عندك تكون اسبانيا معوله على خزيت، ولا شي مؤامره ديال بلاد العسكر، ولا الميليشيات ديال البوليزاريو، حتى واحد ما فكر، حتى واحد ما فكر في العواقب. بسم الله توكلوا على الله. القران الكريم نبيو النداء الوطن، ونبيو النداء ديال الملك الحسن الثاني رحمه الله. هذا النوع ديال التقارير، هذا النوع ديال الابحاث كتفسر لك شكون هو المغربي. الا بغيتي تفهم كيفاش تحركوا المغاربه وسمعوا الهضره ومشاو ديك الساعه 350 الف تحرك، لان الابحاث كتقول لك ان 94%، يعني الاغلبيه شبه الساحقه، يعني 94 في واحد من كل 100. ولك ان تتصور دوك 6 ديال الناس اللي بقاو شكون هما؟ شيوخ واطفال وكبار السن من النساء والرجال. هادو هما دوك 6 من 100. حيت الا شديتي كل 100 94 يقول لك انا مستعد، اجي ندربوا، عطينا ارى الكلاطه، ارى الرشاش، ارى كذا، ندافعوا على بلادنا. 6 يكونوا من كبار السن، رجال ونساء، ومن الاطفال ذكور واناث. من طبيعه الحال استقراء الراي يشرف المغاربه، ان المغاربه من ابطال العالم، من الشعوب اللي مستعده تضحي. واش كاينه شي ايه ديال الوطنيه ودليل ديال حب الوطن اكثر من انك مستعد تموت على بلادك؟ ما كايناش شي حاجه، ما كايناش شي رمز، ما كاينش شي واحد يقول لك اعطيني دليل كتبغيني، اعطيني دليل انك كتبغيني. ما كنظنش. واش كاين شي دليل اكثر وضوحا واكثر بلاغا؟ ما كاينش شي دليل ابلغ ان واحد الانسان مستعد يهز السلاح، وملي كنهزو نقولوا ليه السلاح يمشي يقاتل، انك 50% غتبقى حي، 50% سوف تنتقل الى الاخره. ما كاينش شي دليل اكثر بلاغه، ما كاينش ما هو ابلغ من انني نعم مستعد نهز السلاح وندافع على بلادي. الحقيقه غير هذا تاج على رؤوس المغاربه. ملي كيخرج هذا التقرير العالم كامل كيتحدث عليه، وسائل الاعلام كلها كتحدث عليه، كتقول لك شوف شكون هما الاولين اللي مستعدين يموتوا على بلادهم، وشكون هما اخر شعب اللي ما مسوقش للارض ولا حتى شي حاجه. ماشي سهله. انا 11% فقط هما اللي مستعدين يشدوا السلاح، يعني من كل 100 11 اللي غيهزوا يديهم في اليابان ويمشيو يدافعوا على الارض ديالهم ويضحيو براسهم ويقولوا بسلامه الاسر والعائلات والاحباء ديالهم والمصالح ديالهم. ماشي سهل، حيت ملي كتهز السلاح وكتقول انا مستعد ندافع، راه كتودع، كتقول باي باي بزاف ديال الحوايج، لوالديك، وليداتك، الاهل ديالك، داك الراحه اللي انت فيها، ربما الرفاهيه اللي كتعيشها، وكتمشي واحد التجربه جديده عليك، فيها كثير من العنف، فيها النيران، فيها البؤس، فيها الحزن، واحتمال فيها النهايه ديالك، انك تنتقل الى الاخره. كنظن ما كايناش شي حاجه ابلغ من هذا الامر. فالمغاربه من الشعب رقم 1 الاكثر وطنيه في هذه الارض. المغاربه من اول الشعوب في العالم اللي طرا شي حاجه يهزوا يديهم ويدافعوا على البلد ديالهم. في الحقيقه هنيئا للشعب المغربي، وطوبى للمغاربه بهذا التاج. هذا في الحقيقه هذا غالوب انستيتوت، معهد غالوب، في الحقيقه هذه النتائج اللي كتخرج كل عام على المغاربه هذه تاج في رؤوس المغاربه، على رؤوس المغاربه. من طبيعه الحال لنا ان نفتخر واي فخر بهذه النتائج هذه اللي كتشرف
المغاربة حول العالم وكتحطهم على رأس الشعوب اللي مستعدين يضحيو بالغالي والنفيس. وما كايناش شي حاجة أغلى من الحياة ديال الإنسان أنه يوهبها في سبيل الدفاع والذود عن وطنه. كنشكركم على المتابعة، تبارك الله عليكم والسلام عليكم.